أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي يسرها أن تقدم لكم التدريبات الإثرائية رقم 1 الخاصة في الفصل الثاني. إذن نحن الآن في الوحدة الخامسة بعنوان تمثيل وحل المعادلات والمتباينات، أوراق إثرائية لتمثيل وحل المعادلات. من أهداف الدرس: في نهاية الدرس يستطيع الطالب أن يحل معادلات باستخدام خواص العمليات الأربعة. السؤال الأول: ما قيمة المتغير التي تجعل المعادلة صحيحة؟ أي حل هذه المعادلة. لدينا m ناقص 3 يساوي 9. نستطيع حل هذه المعادلة باستخدام خواص الطرح للمساواة، أي أن m ناقص 3 زائد 3 يساوي 9 زائد 3. هنا طبقنا خاصية الجمع للمساواة وليس الطرح. إذن أضفت للطرفين 3. إذن m ناقص 3 زائد 3 يساوي 9 زائد 3، فالm تساوي 12. إذن الإجابة هي C. لننتقل إلى السؤال الثاني: ما قيمة المتغير التي تجعل المعادلة صحيحة؟ أي حل المعادلة. لدينا y ناقص 5 يساوي 10. أيضا يمكن تطبيق خاصية الجمع في المساواة، أي أن y ناقص 5 زائد 5 تساوي 10 زائد 5، وبالتالي قيمة المتغير y تساوي 15. إذن الإجابة هي D. والآن لننتقل إلى السؤال رقم 3. أيضا ما قيمة المتغير التي تجعل المعادلة صحيحة أو حل المعادلة؟ لدينا w ناقص 1 تساوي 2. أيضا بإمكاننا استخدام خاصية الجمع في المساواة على الشكل التالي: w ناقص 1 زائد 1 يعني أضفت للطرفين زائد 1 تساوي 2 زائد 1، وبالتالي w تساوي 3. إذن الإجابة يجب أن تكون A. السؤال الرابع: ما قيمة المتغير التي تجعل المعادلة صحيحة؟ 5 تساوي 15. هنا يجب أن نستخدم خاصية القسمة في المساواة، أي أن 5R تقسيم 5 تساوي 15 تقسيم 5، وبالتالي R تساوي 3. إذن الإجابة هي A. السؤال الخامس: ما قيمة المتغير التي تجعل المعادلة صحيحة؟ 2D تساوي 16. أيضا هنا يجب استخدام خاصية القسمة في المساواة، أي أن 2D تقسيم 2 تساوي 16 تقسيم 2، وبالتالي D تساوي 8. إذن الإجابة هي B. السؤال السادس: ما قيمة المتغير التي تجعل المعادلة صحيحة؟ حل المعادلة. 7Q تساوي 49. أيضا هنا عزيزي الطالب يجب تطبيق خاصية القسمة في المساواة، يعني 7Q تقسيم 7 تساوي 49 تقسيم 7، وبالتالي Q تساوي 7، والإجابة هي B. السؤال رقم 7: ما خاصية المساواة المستخدمة في كتابة معادلة متكافئة من الشكل
2 زائد 3 زائد x تساوي 5 زائد x. من الواضح أن هذه الخاصية هي خاصية الجمع للمساواة، معناها الإجابة هي C. السؤال 8. ما خاصية المساواة المستخدمة في كتابة معادلة متكافئة 7 ناقص 3 ناقص y تساوي 4 ناقص y؟ بما أنه هون عندنا 4 ناقص y وهنا 7 ناقص 3 ناقص y، فهي خاصية الطرح للمساواة. إذن الإجابة الصحيحة هي D. السؤال 9. ما خاصية المساواة المستخدمة في كتابة معادلة متكافئة 9 تقسيم 3 ضرب A تساوي 3 ضرب A؟ من الواضح أن هذه الخاصية هي خاصية الضرب للمساواة، وبالتالي الإجابة هي A. السؤال 10. أنفق حمد 12 ريال لشراء دفتر وفرجار. الفرجار هو أداة لرسم الدائرة. إذا كان ثمن الدفتر 5 ريال، اكتب معادلة وحلها لإيجاد ثمن الفرجار F. نفرض سعر الفرجار A أو F ما بتختلف. فرضت سعر الفرجار A. الآن لدينا A زائد 5 تساوي 12. هنا يجب أن نطبق خاصية الطرح للمساواة في هذه المعادلة، فيصبح لدينا A زائد 5 ناقص 5 تساوي 12 ناقص 5، وبالتالي الطرف الأول يبقى فقط A تساوي 12 ناقص 5 وتساوي 7. إذن ثمن الفرجار هو 7. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.